مساء الفل. كلنا عارفين الصوت ده. اوه ماي جاد جايز، واو بصوا لقيت بقرات شكلهم تحفة. هاي بقرات، ازيكم؟ واو، وفي جولدن بقرات هنا تحفة. اوه ماي جاد، انتوا قاعدين بتاكلوا؟ اوكي، ده الغدا بتاعكم يعني ولا العشاء ولا ايه؟ اوه ماي جاد. كلنا طبعا الفضول واخدنا، كنا عايزين نعرف مين ده ومين الشخص اللي بينزل كده يعمل خير في الشارع، يقف مع الناس كلها، يحس ان واحد تعبان من مجرد ما يشوفه ويحاول ان هو يقف معاه، ومش عايز حتى حد يعرف هو مين، مش منتظر ان الناس تشكره. عايز اقول لك امبارح الواحد كان مخنوق، فالراجل ده انا اتواصلت معاه قبل كده يعني، والحمد لله اللي بينا كل خير، لحد ما امبارح لقيته باعت لي ده من غير اي سبب. يا مساء الفل يا فارس حبيبي. لا ده انا رد عليك بقى رسالة صوتية. يا عمي انت اللي جميل وفيديوهاتك جميلة وانسان كلك طاقة حلوة، وانا والله لما بلاقي قدامي فيديو ليك انا بقعد اكمله للاخر وببقى مبسوط وانا بتفرج، عشان انت جميل وطريقتك جميلة وفيديوهاتك جميلة. حبيبي يا فارس، ربنا يديم فيك القبول يا حبيبي، ويكرمك ويرزقك كل الخير. الراجل ده انا مقتنع ان الخير اللي جواه اكتر بكتير من اللي حضراتكم بتشوفوه. للي ما يعرفش ده مين، الراجل ده بيفتح الكاميرا بتاعته وينزل اللي يلاقيه في سكته ايا كان بقى، حد قاعد على الارض، حد بيسعى وبيشتغل على عجله، على سكوتر، حد عليه قسط الحاجه وهو حس من مجرد الكلام، ينزل يساعده من غير ما نعرف هو مين، من غير ما نعرف الشخص حتى اللي ساعده ده مين. ما بيبينش اي حاجه، هو كل اللي بيعمله بيقول لك اعمل خير. الراجل ده يا جماعه ليه الناس حبته، ليه الناس اتأثرت قوي كده بيه؟ علشان هو بيديك رسالة ان الدنيا لسه بخير، ان احنا لسه جوانا خير، ان اللي جوانا لسه حلو لبعض. يعني في وسط ما انت بتشوف اخ بيرفع قضية على اخوه عشان ورث، اخت مقاطعه اخوها بقالها بال10 و15 سنة عادي ومش فارق معاها اخوها ده اللي بقالهم سنين مقاطعين بعض، واحد ومراته كانوا 10 سنين والظروف خلتهم ان هم يتحطوا قصاد بعض في المحاكم، وقفوا قصاد بعض في المحاكم وخلوا عيالهم في النص. فانت شايف كل ده، في واحد بقى طلع لك كده بيقول لك لا انت ممكن تعمل حاجه كويسه وما تستناش حد يشكرك عليها، ما تستناش حد يعرف انت مين. لان خد بالك الناس اللي بتعمل لقطات دلوقتي كتير جدا. يعني الراجل ده لو حد تاني مكانه هينزل وهيعرف الناس هو مين، وهيحاول ان هو يكسب تعاطف وحب الناس على حساب اللي بيعمله، وده هيبقى مش تجاره مع الله، ده تجاره مع البشر. ودي التجاره اللي عمرها ما كانت رابحه. التجاره مع ربنا هي التجاره الرابحه. ليه الناس حبت الراجل ده؟ عشان بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك الراجل ده جواه خير اكتر بكتير من اللي انتم بتشوفوه. الراجل ده لو معاه قد اللي هو معاه ده مثلا 10 مرات هيفرق كله وفوقيه زياده كمان. فربنا يبارك لك، ربنا يفرح قلبك زي ما انت فرحتني باللي انت بعته لي ده. ربنا يكتب لك الخير كله، ويخلي الخير اللي انت بتعمله ده يقعد لك في بيتك وفي اهلك وفي اولادك، وربنا يفرح قلبك يا رب.